في إحدى القرى الصغيرة، كان هناك شاب يدعى سليم، معروفا بطيبة قلبه ووفائه لأصدقائه. كان سليم يعيش حياة هادئة مع أصدقائه الثلاثة، كريم، عامر، وفادي. كانوا كالإخوة، يتشاركون كل شيء ويعتمدون على بعضهم في السراء والضراء. لكن ما لم يكن يعلمه سليم هو أن أصدقائه كانوا يخططون لخيانته من خلف ظهره. في يوم من الأيام، اكتشف سليم بالصدفة أن أصدقائه الثلاثة اتفقوا على سرقة ميراثه الذي تركه له والده المتوفى. كانوا يظنون أن سليم لن يكتشف الأمر، لكن الرسائل التي تركها أحدهم عن طريق الخطأ في هاتفه كشفت كل شيء. شعر سليم بالغضب والألم. لم يكن الأمر فقط متعلقا بالمال، بل بالخيانة التي مزقت قلبه. قرر سليم أن ينتقم، لكن بأسلوب ذكي وخفي. بدأ في التقرب منهم أكثر من أي وقت مضى، ليجعلهم يظنون أنهم في مأمن. بدأت خطته تتشكل. دفع بأحدهم للاستثمار في مشروع تجاري وهمي، وأقنع الآخر بأن يشتري قطعة أرض في منطقة نائية لا قيمة لها. أما الثالث، فقد استغل طمعه وأغراه بدخول مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر. بعد أشهر قليلة، انهار كل شيء حولهم. خسروا أموالهم بالكامل، ولم يبق لهم شيء. أدركوا حينها أن سليم كان وراء كل ما حدث، لكن الأوان كان قد فات. واجههم سليم بابتسامة باردة، وقال لهم: كما خنتموني، خسرتكم كل شيء. تركهم يعيشون في الفقر والندم، بينما استعاد هو حقه وأكمل حياته دون أن ينظر للخلف.